مساء الخير يا أصدقائي، وأهلا ومرحبا بكم في منزل الجود. النهاردة كنت عايزة حاجة مختلفة تماما، أنا وهي إن أنا عايزة أحكي لكم تجربتي في الغربة. أنا بقالي دلوقتي في دبي سنة وشهرين. حسيت ان انا عايزه احكي لكم عن مميزات وعيوب الغربه من وجهه نظري، بما اني لاحظت ان طبعا في ناس كتيره قوي في سني واصغر واكبر ده حلم بالنسبه لهم. ففي الفيديو ده عايزه اتكلم معاكم عن ايه هي المميزات والعيوب، علشان لو حد عايز ياخد القرار ده يبقى قدامه كل الابواب متفتحه. ودي الحلقه الثانيه من برنامج بيج سيستر. اول ما انا جيت هنا كانت بالنسبه لي الاحلام ورديه جدا، انه زي ما كنا بنسمع زمان في الافلام عن الامريكان دريم، فدلوقتي بيقول لك الالترناتيف بتاعها هو الدبي دريم. طيب الدبي دريم ده عباره عن ايه؟ ان انت هتيجي ممكن تفتح البيزنس بتاعك، اوام اوام هيكبر، اوام اوام الناس هتسمع عنه، ها هتعيش حياه ملوكي، تسوق العربيات اللي نفسك فيها، وتعيش في احسن فيلل واحسن مش عارف ايه. الكلام ده تقريبا نص في المية منه صح، بينطبق على نص في المية من الناس اللي هنا. ما يملكيش الفلوس. اختي تبعت لي كرتونه من دبي الصبح والله. انت اختك بتشتغل في دبي؟ نونا اتحملت المسؤوليه من زمان. بتشتغلي هناك؟ شغل خميس وجمعه ومحبوسه بقيه الاسبوع. والله. لكن في المجمل الناس هنا كلها جايه تشتغل، جايه تشقى، جايه تبروفايد يا اما لعائلاتها اللي موجودين هنا او لعائلاتها اللي موجودين بره. فالصوره الورديه اللي مرسومه للناس دي مش بتكون صحيحة. طبعا الحاجات البلينج بلينج موجودة، بس لو اتكلمنا اوفرول او شفنا الصورة من قلبها الحقيقة هنلاقيها صعبة جدا. نلاقي ان الايجارات غالية، المعيشة غالية، الحياة سريعة. بما اني مريم جود نيوز احب ابتدي بالايجابيات. اول حاجه انه دبي فعلا او الامارات هي بلد الفرص، بمعنى انه علشان زي ما قلت لكم في اول الفيديو الناس كلها جايه تشتغل، فالناس كلها جايه عندها طاقه للعمل، بيقدموا فرص كتيرة جدا، بلد بتشجع الشباب بشكل كبير جدا، في تشجيع عامة ليك ان انت تكبر، سواء في بيزنس في تك، فيها تشجيع على ان الواحد يكبر، وبتحس ان انت مش غريب. يعني برضو ساعات في مصر كنت بحس ان انا طموحي اوفر قوي، او مثلا اقعد مع صحابي يقولوا لي انك لا، في طاقة كده مش مرحب بيها قوي في مصر. بالعكس هنا الطاقة والحماس والسخونية دي مرحب بيها جدا. الإيجابية نمبر 2 هي إن دبي ملتقى للعالم كله، يعني هتلاقي جنسيات من العالم كله، تقدر تتكلم معهم في اي حاجه، تتعلم عن ثقافات مختلفه. يعني انا اول ما جيت اللغه بالنسبه لي كانت بارير، ودي حاجه انا ما توقعتهاش، ان احنا في مدرستي والجامعه بندرس بكتير جدا جدا باللغه الانجليزيه، فكان بالنسبه لي المفروض ده يكون شيء يكون طبيعي. بس لما تبقى بتستخدمه حرفيا 99% من الوقت يبقى موضوع مجهد جدا بالنسبه لك. يعني نفسي ارمي افيه والناس تضحك. مش حاسه انا دخلت في الكونز شويه بس استنى اتسحب ارجع للبروز. التنوع الثقافي ده بيخلق مناخ وارض خصبه جميله جدا انك تتعلم من غير ما تحتاج تسافر كتير. يعني انت عندك حرفيا العالم كله موجود هنا. ثالث برو انه لو هتكلم على الامارات بشكل سبيسيفيك او بشكل اخص، انه الامارات دولة عربية، فهم متمسكين جدا بعاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم، وده كان بالنسبه لي مريح جدا جدا جدا. يعني انا لما جيت هنا تقريبا كانت اول مره البس فيها عبايه وانزل فيها وانا مرتاحه، عشان انا برتاح لنوع اللبس ده ومش حاسه ان انا متضايقه. في الامارات عمري ما رحت مكان مثلا اكل مع صحابي وما لقيتش في المكان مكان مخصص للصلاه. في مصر انا كنت بنزل شايله هم ان انا احتمال اصلي في الشارع، انا مش عارفه ممكن اصلي فين. وشيء مريح برضو ان انت لسه حواليك بوبيليشن او نسبه من المجتمع بتتكلم عربي، وهتلاقوا مجتمعات مصريه كتير، هتلاقوا لو انتم من دول عربيه تانية هتلاقوا كل بلد كده بتعمل المجتمع الصغير بتاعها. وبرضو اتعلمت ازاي ان انا اعتمد على نفسي، او ان انا اطلع بره دايره اصدقائي دي ويبقى عندي دايره مختلفه واصحاب مختلفين. حاسه ان انا عايزه ازود برو رابعه وانا برغي كده افتكرتها، هي ان تجربة العيشة لوحدك تجربة جميلة جدا. هروح لها تاني في الكون، بس لو هتكلم عليها من ناحية ايجابية، هي علمتني كتير قوي قوي عن نفسي، خلتني قادرة افهم انا بحب ايه وما بحبش ايه البريفرنس بتاعي في الالوان، ايه الالوان اللي انا ما بحبهاش، ايه الاكل اللي انا بحب اكله واحبه يبقى في الثلاجة بتاعتي، مش الاكل اللي كنت مثلا بلاقي مثلا مامتي طبعا جايبه ربنا يخليها ليا والحمد لله. بس بتبتدي تعرف نفسك في تفاصيل انت ما كنتش مركز ليها، وبتبتدي تكتشف ان انت فعلا بني ادم يعتمد عليه. اتذكر
يعتبر من اصعب المواقف اللي حصلت لي هنا ان انا في يوم الغسالة علقت فيه وغرقت البيت. يوم تاني سافرت مصر وغصب عني قفلت التلاجة، الزرار بتاع التلاجة، جيت لقيت الاكل كله بايظ ومنظر ما اتمنوش لألد اعدائي، وعملت حادثة لوحدي ورحت مستشفى لوحدي وعملية لوحدي. كلها حاجات بتعرفك حاجات عن نفسك عمرك ابدا لو انت في بيئة آمنة وهتتعرف عليها. ده الجزء الايجابي. نروح بقى للكونز. ممكن نبتدي في حيثما انتهيت، هو جزء انك عايش لوحدك. عايش لوحدك دي كلمة محدش هيحس بيها غير اللي جربها. عايش لوحدك دي اللي هو ممكن يجيلك دور برد وانت حرفيا مش قادر تقوم تجيب لنفسك كوباية المية. عايش لوحدك دي معناها ان ممكن بعد الشر يحصل حاجة في جسمك انت مش قادر تقوم تروح تودي نفسك المستشفى. معناها ان بيجي عليك اوقات انت مش عارف خلاص الصبح من الليل الدنيا داخله كلها في بعض، عادة طبعا ما تكون دايره او تكون اصدقاء. مش عارفه هل كل الناس فعلا عندها طاقه انها تعيش لوحدها ولا لا. ان انا لما جيت هنا برضو ادركت قد ايه الانسان لازم بيتغذى على الاجتماعيات. هي مش رفاهيه، يعني مش لما افضى هبقى انزل اشوف صحابي، لا هو انا اساسي انزل اشوف صحابي، ده لو ما شفتهمش هتجنن هيجي لي توحد. تاني كون هي الكونسبت بتاع ان انا بعيدة عن اهلي. ترابط الواحد مع اهله ده نعمة المفروض يفضل ساجد وحمد ربنا عليها طول عمره. ان يبقى عندك اخ بتحكي له، والدتك بتتكلم معاها، والدك بتتكلم معاه، حد بيطمن عليك في الرايحة وفي الجاية، انك اصلا تفتح الباب تلاقي حد جوه، دي نعمة كبيرة قوي قوي. للأسف الواحد بيبقى غافل عنها وهو مش عايش لوحده. اقدر اقول تالت كون للبلد او للهجرة في المطلق، الامارات برضو بشكل ادق، هي ان البلد فعلا فعلا مكلفة. الايجارات مكلفة، البيلز او الفواتير مكلفة، الترانسبورتيشن او المواصلات مكلفة. فلازم تبقى عامل حسابك كويس قوي الباكج او الاوفر اللي جاي لك ده جاي لك عامل ازاي، هيكفي قد ايه من احتياجاتك. طيب ايه هتحتاج ان انت لا ادوس على نفسي فيه شوية اكتر، او اشوف ازاي ممكن اطوره او احسنه، علشان الدنيا مش بتيجي على طبق من ذهب. فبس دي كانت تجربتي في الغربة، او نقدر نقول I scratched the surface، او انا خبشت شوية كده في السطح بتاعها. لو هقول حاجة اتعلمتها من الغربة، ان القرار ان انت بتقرر فيه انك هتعمل حاجة، في ثانيتها انت بتقرر ان انت مش هتعمل حاجة. بمعنى ان انا في الثانية اللي انا اخترت فيها ان انا اعيش لوحدي، انا كنت مقررة فيها ان انا هتخلى عن حاجات كتير قوي ليها علاقة باهلي واصدقائي. لازم تبقى ات بيس وتبقى في تصالح كامل مع فكرة ان انا مش هقدر ابقى ماسك الحاجتين في نفس الوقت، ومش هقدر اخد كل حاجة في نفس الثانية. طبيعي جدا ان علشان تاخد حاجة لازم تسيب قصادها حاجة، وبيبقى احساس فرستريتنج جدا. يعني انا مش بقول كده ان انا بتنطط بيها عليكم مثلا، بالعكس ده احساس رخم جدا ان انت علشان تاخد حاجه تسيب قصادها حاجه. بس اجان دي من الحاجات اللي اصلا المفروض ان احنا نبقى بنتعلمها في العادي في حياتنا اليوميه، بس لما بتقعد لوحدك وبتضطر تعمل قرارات كبيره وخطوات صعبه لوحدك، دي من الحاجات اللي بتدركها. وارجع اقول لكم مفيش قرار صح ومفيش قرار غلط، في قرار صح وفي قرار اصح من وجهه نظرك، من وجهه نظر المكيفات اللي حواليك، من وجهة نظر تجربتك الشخصية. فلو انت مقبل على تجربة شبه دي، اسمع كتير قوي قوي من الناس اللي حواليك. مش شرط انك تاخد بنصايحهم كلهم، عشان حرفيا كل حد قابلته هنا تجربته مختلفة تماما عن تجربة الشخص اللي جنبه. وانت الميزان بتاع نفسك، انت اللي هتقدر تحدد اذا كانت دي خطوة كويسة ليك ولا لا. مفيش اي حد تاني يقدر يقررها بالنسبة عنك. بس عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتس رايكم لو كنتوا مريتوا بتجربه زي دي، او لو انتم مقبلين على تجربه زي دي، ايه الاسئله التانية اللي ممكن تكون عندكم، وايه تاني موضوعات حابين ان احنا نتكلم عليها في بيج سيستر توكس. اشوفكم الحلقه اللي جايه.